انا السبب، انا الغلطان. لو انت الجملتين دول دايما على لسانك بتقولهم بدون سبب او بسبب، فهنا انت بتعاني من مشكلة خطأ التفكير اللي اسمه الشخصنة او التخصيص personalization. وده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة. في ناس كتير دايما بيرموا اللوم على انفسهم، دايما بيحسوا بالشعور بالذنب لمواقف سواء هم السبب فيها او مش هم السبب فيها. انا كلمت صاحبي بس ما ردش عليا، انا اكيد ضايقته، اكيد عملت حاجة غلط عشان كده هو زعلان مني. انما لا، هو مش بيرد عليا عشان مشغول، لا، عشان انا ضايقته وزعلان مني. حصلت مشكلة النهاردة في البيت بسبب بين بابا وماما مثلا، اكيد عشاني انا السبب فيها، مش عشان مثلا في كل يوم بيحصل في البيت مشاكل، لا، هو انا السبب. ليه؟ ما تعرفش. فامتى تبدأ تقول ان انت بتعاني من اخطاء التفكير؟ في كذا نقطة. اولهم ان انت دايما بترمي اللوم والذنب على نفسك، سواء انت السبب او مش السبب. دايما بتعتذر بدون اي اسباب، على طول انا اسف على اي موقف انت بتعتذر فيه حتى لو مالكش سبب فيه، بس انا دايما بعتذر. طيب ازاي نواجه ده؟ تواجهه بالادله، دايما ابحث عن الادله قبل ما تقول اللوم على نفسك او تعتذر. قول الادله، هل انا فعلا عملت ده ولا لا؟ طيب ادي دايما الدليلين يكونوا ممكنين ان هم حصلوا. صاحبي ما ردش عليا علشان وارد ان هو يكون مشغول، او وارد ان تليفونه فصل. اي ادله ممكنه، بس تحاول دايما ما تلقيش اللوم على نفسك. وبرضو زي ما بنقول في كل فيديو، اخطاء التفكير بتتعالج بالجلسات العلاج المعرفي السلوكي، هي بتكون بسيطة. فلو انت مش عارف تتعامل معاها تقدر تسيبها لنا في الكومنتس او تبعت لنا على رسائل الصفحة، واحنا اكيد هنكون في مساعدتك.